كشف سر ايقاف حرب امريكا وايران. معكم مازن يسري في برنامج ترند، اهلا بكم. اول كشف للسر ان امريكا بجلاله قدرها اللي رعب العالم ب2 من الظهر استهلكت نص اسلحتها في الدفاع. عارف يعني ايه؟ يعني ساعتها لو استأنفت الحرب تاني هتستهلك النص التاني، فكل اسلحتها في الدفاع تروح. فترامب غصب عنه وهو مذلول اقر ان هو يوقف الحرب، اللي هو كان كل شويه سامحي ايران، انا مديها فرصه 48 ساعه، انا هعمل، انا اسوي. اكبر تصريحات بتطلع من شخص كان ترامب تقريبا، هو قاعد كده على تويتر كل شويه يطلع تصريح، طلع من الحمام يطلع تصريح، دخل اوضه النوم يطلع تصريح. فهو دايما عمال يطلع في تصريحات، كل ما اشوفها اقول الراجل ده فعلا زي ما عندنا في مصر كده مسمينه ابو لمعه. يعني ده كفايه ايه ممكن نقول على الاسم ده، ترامب ابو لمعه. كل شويه تصريحات غريبه، وفي الاخر انصاع لتهديدات ايران، وان هو قالوا له ان الحرب مستمره طول ما انت مستمر. هل هنا ترامب قدر يحمي الكيان المشؤوم؟ لان هو قالها في تصريح، قال لك ان الحرب دي لو انا سمحت لايران بانتاج صاروخ نووي، اول حاجه هتستهدف الكيان، فبالتالي هو بيدافع اكتر حاجه. وكأن نتنياهو او النتن ماسك عليه زله من جزيره ابستين، ممكن لان ترامب ماشي من صاع ورا الكيان بطريقه فظيعه، خسر نص اسلحته رغم ان اسرائيل نفسها او الكيان نفسه ما خسرش نفس الكميه. السؤال هنا، دول الخليج ايه محلها في الاعراب؟ ليه القواعد 19 قاعده امريكيه داخل دول الخليج والدول العربيه موجوده لحد دلوقتي وترامب ما قدرش يحميها؟ هل ده كده خيانه من ترامب للقاده العرب اللي هم على ارضهم القواعد العسكريه؟ وده اللي قاله رئيس الاستخبارات السابق في السعوديه، قال بنفس اللفظ ان الحرب بين امريكا والكيان ضد ايران، مش معنا احنا دول الخليج مش هتحارب. وطالما مش هتحارب، وان ترامبولي او الراجل البرتقالي مش قادر يحمي القواعد بتاعته ولا يحمي الحكومات بتاعه الدول دي من صواريخ ايران، انتوا سايبينها لحد دلوقتي ليه؟ يا باشا مش قادر تحمي قواعدك اللي انت حاططها عندنا، شيلها يا اما تحمينا. فترامب مش هيحمي، ترامب هدفه الاول حمايه الكيان المشؤوم. سؤالي هنا، ليه العرب ما يتحدوش؟ الدول الخليج تتحد، الاتحاد الخليجي يتحد، ان هو يا جماعه لا، طالما ترامب مش قادر يحمي قواعدهم، مش قادر يحمي القواعد دي اللي هي اصلا اتعملت غصبا عننا، يا عم تعالى شيلها. يا اما ما تسالناش لو اتضربت، مش هعمل صاروخ موجه هسيب القاعده تتضرب. فبالتالي ساعتها ترامب هيعمل حاجه من الاثنين، يرجع عن خيانته لدول الخليج ويحمي القواعد بتاعته لو هو عايز، وده مش هيحصل اصلا. يا اما ساعتها يقول لهم لا يا جماعه خلاص القواعد دي انا هشيلها، وانا خلاص مش هحارب، ومني الايران من عندنا بقى. وده برده مش هيحصل. ايران مستمره في حربها. سامع واحد من ورا الكاميرا انت عمال تقول ايران ايران ايران، ايه يا عم انت هتتشيع؟ حبيبي في ديننا، الدين الاسلامي، قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ايران هنا في الحرب دي ظالم ولا مظلوم؟ مظلومه. هل ايران دي انت كمسلم بتحبها وبتحب حكومتها وتشيعها وسبها للنبي؟ لا. ولكن في حالة الحرب دي أمريكا دولة صليبية بتحاول، دولة بتقول على نفسها إسلامية، حتى يا عم لو بتحارب دولة كافرة. روسيا وأوكرانيا، أنا واقف مع مين هنا؟ مع أوكرانيا. هل أوكرانيا دولة إسلامية؟ لا، لأن أوكرانيا بتتضرب من روسيا، وروسيا عايزة تاخد أوكرانيا غصب عنها، فهنا أوكرانيا هنا دولة مظلومة. لما الصين بتحارب أمريكا، هل امريكا حرب اقتصاديه؟ هل انا لما اقف مع الصين ضد امريكا، هل انا كده واقف مع الصين الدوله الشيوعيه اللي بتذل اخواتنا المسلمين في تركستان؟ لا، انا واقف مع الحق بس. وقوفك مع الحق النبي قال عليه. انت حتى النبي صلى الله عليه وسلم في معركه الفرس والروم، الفرس اعتدت على الروم وخدت حقها بالغصب وانتصرت، النبي حزن. مش حزن على الروم ان هم الصليبيين الوحشين المسيحيين اللي بيعبدوا الصليب، لا، زعل ان الناس دي مظلومه. فالنبي هنا ما كانش واقف في صف الروم عشان حبا في الروم، لا، عشان هم ناس مظلومه. ديننا دين العدل. انا واحد كمسلم لو لقيت واحد مسلم زيي واخويا، حتى مش اقول لك اخويا بس في الاسلام، لا، اخويا ابن امي وابويا، وظلم واحد يهودي، ظلمه، عارف يعني ظلمه خد حقه، ساعتها اقف في صف مين؟ هقف في صف اليهودي ضد اخويا المسلم ده. ليه؟ لان ديننا امرنا ان احنا نقف مع الحق. فوقوفك ونصرتك لايران اوعى ينسيك اللي اتعمل في سوريا،
اوعى اللي ينسيك في اللي اتعمل في اخواتنا في ارض الشام، واتعمل في ادلب، واتعمل في دير الزور، واتعمل في الحسكه، والحشد الشعبي الشيعي، وكل ده اوعى تنساه. ولكن دلوقتي انا بقف في صف ايران في الحق بتاعها ان هي مظلومه، ولكن لن انسى اخواتي وحبايبي اللي شافوا الذل والامرين في سوريا وغيرها في الدول الاسلاميه وفي العراق وغيرها وغيرها وغيرها. فانا دعم الايران دعم المعنوي ان هي دوله مظلومه وامريكا دوله ظالمه، وباذن الله ربنا ينصر الحق على الباطل. وبعد كده لما تكون بقى العداء بيننا وبين ايران، ساعتها انا هقف مع اخواتي المسلمين. هل انا مع ضرب ايران للدول الخليج؟ لا طبعا. ولكن الدول الخليج فيها بعض القواعد ايران بتستهدفها، يبقى انا كدول خليج اقول له يا جماعه عشان خاطر الاستهدافات دي تقف، ما معلش الاستهدافات دي حتى لو بتصيب بس القواعد اقتصاد دولتك بيقف، ما انت دوله غير امنه. يعني لما اضرب قاعده امريكيه في الامارات او في السعوديه او في الكويت او في اي دوله او في قطر، كل الدول دي اقتصادها بيقع وصحتها بتقع. فبالتالي ترامب عامل ليكوا حاجه غريبه جدا، هو ولا قادر يدافع عنكم ولا قادر يحمي قواعده ولا قادر اقتصادكم يقف. كده انتوا اقتصادكم في النازل بسبب ضرب القواعد دي. انا واحد من الناس لو عايز اروح الخليج، لا يا عم انا مش هروح الخليج، اروح بقى الجزائر، اروح تونس، اروح تركيا، اي دوله سياحه غير الدول الخليج. ليه؟ ما انتوا دوله مستهدفه. فده حتى اقتصادكم وسياحتكم بتقع بحاجه انتوا مش بتاعكم اصلا، مش تبعكم. ادوا خد قواعدك يا عمي. انا واحد متجوز ومش قابل مراتي مثلا، خد يا عم عفشك وامشي. هو نفس الكلام، انت مش قادر تحمي قواعدك، خد القواعد بتاعتك واتكل على الله. هنا والله وقلتها واقولها تاني، ترامب ما عملش ده غير حاجتين. اول حاجه هو عشان خاطر الامر ده، تاني حاجه ان بعد ايام كاس العالم هيكون في امريكا وكل انظار العالم هتكون في امريكا. فلو الحرب لسه مستمره ممكن بطوله زي دي ما تتعملش اصلا. انا مش بتاع كوره، بس انا بقول لك على الحدث الرياضي اللي هنا التكايه ان وقف اطلاق الحرب، منها دي. ومنها برضو ان ال 200 نص اسلحه المخزون الامريكي يعيد تصنيعه من جديد وفتره اعاده تصنيعه، وان شاء الله مش هيحرق يصنعه. ولكن نهايه المعمعه دي كلها حاجتين اتنين: ايران هتنتصر في الاخر باذن الله عشان احنا دايما مع الحق، هتصلح النووي وهتعمل نووي، وده برضو في مصلحه الشرق الاوسط. لان لما تكون في دوله بيقولوا على نفسهم مسلمين، تمام، يبقى هنا نصرة إيران الحق. زي ما أنا بواقف مع الحق دايما مع الصين ضد أمريكا، زي ما واقف مع أوكرانيا ضد روسيا، أنت دايما تقف مع الدولة المظلومة أو الشخص المظلوم مهما كان دينه أو عرقه. أهم حاجة هنا الإنسانية. زي ما إيران الدولة الشيعية وقفت مع أخواتها المستضعفين في غزة، وكانت دايما هي اللي بتدعمهم بالسلاح، ودايما كانت بتدعمهم بكذا، ودايما ما ايران ما حصلش من بعض الدول العربيه للاسف. في بعض الدول العربيه كانت بتدعم الكيان المشؤوم ضد ايران، بعض الحكومات مش الشعوب. فكل ده ما بنقولوش ان احنا يا ايران، لا، ايران انا بكرهها كره عمى كحكومه، كمعتقد انا بكره ده كره عمى، واشهد الله ان ابغض كل عقيده ايران من سبها للصحابه لو صحابي واحد. وشفنا بعض الانشودات الشيعيه اللي تموت من الضحك، بيسب فيها ام المؤمنين وبيسب فيها بعض الصحابه. فطلع لما واحد تاني رد عليه بنفس الاسلوب، ايه اللي حصل؟ يقول لك لا والله انا ما اقصدش السيده عائشه رضي الله عنها، انا اقصد مرات ابي سفيان ومعاويه ابنها اللي هي هند بنت عتبه. يا غبي، هو احنا كمسلمين بنفرق ما بين السيده عائشه وبين السيده حفصه وبين السيده هند بنت عتبه وبين اي نساء المسلمين؟ اي صحابي مهما كان قدره بنفرق بينهم؟ معاويه بن ابي سفيان اللي بيسمى خال المسلمين، كاتب الوحي، امه هند بنت عتبه رضي الله عنها، ابي سفيان اللي هو كان من اشد اعداء المسلمين رضي الله عنه، فقد عينيه الاثنين قبل ما يموت في الدفاع عن الاسلام. تيجي تقول اصل احنا كنا قصدنا بنسب دول مش عائشه، يعني جيت تكحلها عمتها، قال يعني كده اقول لك لا خلاص والله يا حبيبي طالما مش عائشه لا اشتم براحتك. غبي، هو قال لك في الاغنيه انت غبي. فانت بالتالي لما تسب الصحابه او تسب امات المؤمنين او تسب اي حد من اللي شاف النبي، ده ربنا قال عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه،
تيجي انت بغبائك وبفكرك العقيم اللي هو اصلا اساسه يهودي من عبد الله بن سبأ اليهودي، اللي هو زرع بذرة الشيعة في المجتمع الاسلامي وعمل فرقة الشيعة. والله سيدنا علي نفسه لو موجود في عصرنا لا يتبرأ منكم من افعالكم. فتاني وقوفي مع ايران ان هي على حق وليس دفاعها على معتقدها الفاسد، ولو هم ماتوا على كده باذن الله في جهنم. هل موت الخميني اللي هو مات على ايد الكيان المشؤوم هل نقول عليه الله يرحمه؟ والله هو عند ربنا يحاسبه. لو هو مات على المعتقد الفاسد ده، اسال الله العظيم رب العرش ان يجحمه في نار جهنم. اما لو هو ضد المعتقد ده وان هو بس يقول لسيدنا علي احق بالخلافه والكلام اللي هو ما يخرجوش من الدين، خلاص ربنا يرحمه ويغفر له اللي قاله. اما لو هو مات على المعتقد سب امهات المؤمنين، باذنك يا رب يكون في جهنم وبئس المصير. دفاعنا دائما كمسلمين على الحق مهما كان من هو معه. خلص الكلام، اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده في حلقه ترند. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد ان شاء الله عليكم على الامه الاسلاميه، وان شاء الله السنه الجايه نكون بنصلي في القدس وفي الحرم المكي. كان معكم مازن يسري، في امان الله.